يا ابو الصحاب، عامل ايه؟ يا رب تكون كويس. معانا النهارده فيديو بعنوان فضايح وصفقات، وانت عارف الفضايح فين والصفقات فين. اقول لك فين يا خفاجه وما تزعلش؟ لا هزعل، ما تقولش، انا اللي هقول جوه الفيديو والناس هتعرف ايه اللي جوه. فتعالى يا ابو صحاب نخش في الفيديو من غير ما اطول اكتر من كده. هتعرف الاحداث جوه ومش هتكلم في اكتر من كده. بس كالعاده مستمر بدعمك وانت مقصر، ما اعرفش ليه، بس يا ريت يا ابو صحاب نوصل الفيديو 10000 لايك، ما تكسلش. واتمنى كمان يا ابو صحاب تدينا شير، والشير سهل، الناس اللي مش عارفه بتخش تحت تتكه مشاركه، تنسخ الرابط، تروح على صفحتك او بيج او ايا كان جروب وتتكه نسخ وخلصت وخلاص. يعني ادينا شير، الفيديو يوصل لعدد كبير من الناس. واللي لسه ما اشتركش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس عشان اي فيديو انزله يجي لك اشعار بيه. وما تنساش نصلي على النبي في الكومنتات عشان ناخد كلنا ثواب. يلا نبدا ونعرف الدق موت اللي جوه. يلا وتعالى نبدا ابو الصحاب بالفضايح. انتوا بتحبوا الفضايح قوي، احنا كشعب بنحب ده قال ايه وده عمل ايه وريني وده ضربه، بنحب الحاجات دي قوي. ويا سلام بقى لو الفضايح دي في الزمالك بتبقى فيه زراغين. تعال نسمع من الكابتن خالد الغندور بيقول ايه. خبر حصري، خبر اول مره هتسمعوه. امبارح انا قلت لكم ان عمر عبد العزيز ده حارس مصر القادم. من الاخر عمر عبد العزيز 100 حاجه و90 سم، حارس مصر القادم. وكابتن عبد الواحد السيد قال لي انا شخصيا ان ده حارس، ده هيبقى يكون افضل حارس في مصر وقد يكون من افضل حراس افريقيا. خلاص. عمر عبد العزيز الاساسي لمنتخب مصر في كاس العالم في قطر اللي كان بيضربه كابتن احمد الكاس، فجاه اختفى، مش موجود. يكلموه قافل موبايله، ما بيجيش التدريبات خالص. الى ان رد عليهم قال لهم معلش انا عندي برد، وما ردش عليهم كمان، بعت لهم عن طريق الواتساب انا عندي برد وتعبان ومش قادر. اللاعب عمر عبد العزيز ده عقده هينتهي بنهايه هذا الموسم. اللاعب ده مش عايز اقول ضحك على النادي، يعني الراجل ما هو ضحك على النادي، ما قالهمش الصراحه يعني. ثانية يا كابتن خالد، بس ثانية. أنا عارف إن أنت عايز تجمل الخبر وأنت معاك خبر حصري لنفسك وعايز تجمله يعني. هو ضحك على النادي بقى، ما أنا هقولها إزاي؟ الصراحه ابو صحابه انا ما اعرفش مين اللاعب ده، بس ده يبين لك ان قطاع الناشئين بتاعنا رايح في داهيه وعادي يروح في حته يسافر. تعال نكمل علشان برضو يعني كلام خطير، فكره ان اللاعب يروح يحترف ويرجع تاني النادي. اسمع. اللاعب ده خد باسبوره، طلع فيزا شنجن، سافر للبرتغال واتمرن مع نادي اسمه فاميلي كاو. ده رقم 6 في الدوري البرتغالي، وده نادي تابع لنادي اتلتيكو مدريد. يعني نادي اتلتيكو مدريد النادي ده بيتبعه، واي لعيبه بتتالق فيه بياخدهم ويوديهم نادي اتلتيكو مدريد. اللاعب بقاله اكتر من 10 ايام بيتمرن هناك مع نادي فاميلي ده، واعجبوا بيه جدا. يا عيني يا عيني يا لبليب يا عيني، قلت لك هي بتيجي بالتدريج. طبيعي ما بتاكلش اللي عندك، فطبيعي قطاع الناشئين مش هيشوفك، فطبيعي هيسافر وبقى وخلاص وتتخرب ما تعمر. ايه رايك حتى كمان قطاع ناشئينك بقول لك راح سافر وعمل اختبارات وبتاع. وعلى فكره تكمله الفيديو ان هو رجع تاني وقام ردد عليهم لا انا كان عندي برد وعادي انا انزل اتمرن معاكم، وبعد ما اتمرن معاكم انا هسافر بقى اكمل يعني ايه المعايشه والاختبارات هناك. هنشوف الايام اللي جايه الزمالك رايح على فين، بس ده يبين لك بس قطاع الناشئين بتاعك بتسيبك عادي وتمشي، مش عاملاك الاعتبار يعني. فسؤال بقى لاخواتي اللي بتتفرج عليا، سؤال والله بجد، الموقف ده لو حصل في النادي الاهلي إيه؟ احنا بنفترض ما هو كل الكلام اصلا يعني من جايبينه من كوكب زمرده، اللي بيحصل في نادي الزمالك ده مش طبيعي اصلا. بس لو حصل يعني لو حصل في النادي الاهلي ايه اللي هيحصل؟ انت مستني مني اجابه؟ انا مش هجاوب، انا مستني منك انت اجابه في الكومنتات بس. يعني تعال نخش على المواضيع اللي بعد كده والفضايح. زي ما انت شايف قدامك الكابتن تامر عبد الحميد بعد جلسه الوزير الوزير الشباب والرياضه يعني عملوا جلسه مع حسين لبيب. قال لك حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وافق على الارض البديله ولم يحدد مكانها حتى الان، وازاي هيتم تسويه المبالغ التي تم تحصيلها من الجهات اللي اشترت. وبكده يبقى يا شعيب ويا نصر ويا لبيب ورقكم مش سليم، وكلمتي انا اللي كانت سليمه. هو فعلا ايه العبث ده؟ وانا قلت الموضوع فيه لفه بعيده، وازاي بناخد قروض، وازاي اصلا يعني النيابه بتقول لك اهوت شبهه اهدار ملام، ازاي هتتسوى؟ حاجات مش منطقيه يعني، حاجات عبثيه. مش عايزين نتكلم في حته القانون ساكت ومش ساكت، مش بتاعتنا، بس ايه ازاي يعني ازاي الموضوع هيعدى والنيابه بتقول لك فيه شبهه اهدار ملعب وهتديله ارض تانية والدنيا هتمشي؟ مش فاهمها مش فاهمها. برضك السؤال ليكم، وبرضك مش هينفع نخرج بره اطار القانون، بس انا بقول لك في حاجات غريبه مش منطقيه بتحصل. قرض واثنين وثلاثه وما بنسددش، والارض شبهه اهدار ملعب واتباع منها، وعادي هنديك ارض تانية وهنعرف نسوي مع الناس اللي انت خدت منهم ال 800 مليون. طب هم راحوا فين؟ رجعوا فين؟ وانتوا هتسووا كبلد ليه بناء؟
حاجات مش فاهمينها، بس كل اللي اقدر اقوله لك ده خبر بنطرحه، فالناس برضك ترد بالعقل والمنطق في الكومنتات، مش عايزين كلبوش. تعال بقى للموضوع اللي بعد كده يا ابو صعب. لا اركن صفقات الاهلي والكابتن سيد عبد الحفيظ، هقول لك راح لمهاجم مين وخلصه، بيخلص في الصفقات، اركن دي بس شويه. تعال بقى، تقدر تقول كده بالبلد الكابتن احمد شوبير شم الفتله ونزل في مدير الكوره بتاع نادي الزمالك ثبت، ما هو ما قالش ثبت صنم. ليه بنجيب نفسنا التهزيق؟ طب ما انا بقول لكم الكلام ده، يعني فكره ان انتوا بتكلموا الناس اكن ما عندهمش عقول مش هيميزهم. فتعالى نشوف الكابتن احمد شوبير رده على مدير الكره في نادي الزمالك. مدير الكرة بنادي الزمالك، يعني كابتن عبد الناصر قال، هو اللي قال، ما حدش قال تاني، يعني انه اللعيبه ما بتاخدش فلوس، قال المنظومه باكملها ضدنا. طيب حضرتك بتقول ان اللعيبه بتلعب من غير ما تاخد مستحقاتها، ده ايه علاقته بقى بان المنظومه تبقى ضدك؟ وتقصد بمين بالمنظومه؟ نمره 2 يا كابتن عبد الناصر، احنا كل يوم بنلطم على وشنا، لانه قبل ما ننام تريك يقول لك ايقاف قيد، تيجي تنام تريك ايقاف قيد لحد ما وصلوا 8. هل الاتحاد الدولي كمان ضد حضرتك؟ ما احنا قلنا يا كابتن عبد الناصر اعرف مشاكلك ايه وابدا حلها. سمعت كويس؟ لازم نجيب لنفسنا التهزيق، ما زي ما قال لك في الاخر، اعرف مشاكلك وحلها. انت بتقول ما انتش عارف تدفع مستحقات للاعيبه اللي عندك، ماشي، انت اللي بتقول اهو، انت بتدين نفسك، ايه دخل المنظومه؟ المنظومه هتدفع لك كمان، ما اديت لك قروض ايه المشكله اللي المنظومه عليك والاتحاد الدولي كمان اهلاوي عليك في قفل القيد؟ قفل القيد بسبب اللي انت ما دفعتش برضك فلوس لعيبه، يعني انت السبب. فبجد والله، وانتم ما بتطلعوا تكلموا الناس مفكرين ان انتوا عندكم عقل واحنا ما عندناش، فهتقولوا كلام في المطلق محدش هيرد عليه. اهو جبتوا لنفسكم التهزيق، يعني اهو رد عليكم الكابتن احمد شوبير. انتوا بتقولوا المنظومه عليكم، منظومه عليكم ازاي وانت بتقول بنفسك ما دفعتش فلوس اللعيبه عندك، وانت بنفسك قفل القيد بسبب اللي انت ما دفعتش مستحقات متاخره بالنسبه للعيبه، عندك مدير فني وي وي وي. يا ريت بلاش جو تعليق الشماعات عشان تحسنوا سلوككم اللي هي بايظه، فاما تطلعوا تكلموا الناس كلموهم بالمنطق علشان ما تجيبوش لنفسكم التهزيق. نيجي بقى للمهاجم، ارقامه سيديه كل حاجه معايا الكابتن سيد عبد الحفيظ بيخلص. انت عملت لايك ولا لسه؟ لا هزعل قوي لو لسه ما عملتش لايك. انزل اعمل لايك يا ابو صحاب. اللي بيتفرج من بعيد، لا انا هتفرج كده وخلاص وهمشي. اشترك في القناه بدل ما ابعت الكابتن سيد يخلص فيك انت راغب. تعال بقى اكلمك عن الصفقه اللي تقدر تقول شبه اقتربت للنادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ سمعنا الفتره الاخيره اللي هو سافر، وبالفعل هو سافر على دياباتيه، وسافر برضك على مهاجم تاني. هنا راح لدياباتيه، حط مبلغ ومشي، راح برضك للصفقه ديت، وديت الاقرب علشان عقد اللاعب خلاص نهايه الموسم هيبقى فري، يعني في شهر يناير يحق يوقع لاي فريق. فاللاعب ده معلش اسمه بس ايه يعني، في بس هنقول اللي هو الاخير اللي هو بولولو، بس هو الاسم الاول افيمينكو بولولو. ده مهاجم كونغولي 26 سنه، ويعني حاولت ابحث كده عن ارقامه، لقيت ارقامه كويسه. لا الراجل شغال كويس، يعني لعب السنه 13 مباراه، سجل 6 فيهم ضربتين جزاء، صنع هدف. ده غير كمان السنه اللي فاتت هداف دوري المؤتمر الاوروبي، يعني راجل شغال كويس. ده غير كمان القيمة التسويقية بتاعته 4 مليون يورو، يعني عين الأندية الأوروبية، الأندية يعني برضك الخمسة الكبرى، لا يبقى في ناس بتدور عليه. فتلاقي الكابتن سيد عبد الحفيظ يروح ويتحرك، وشبه تقدر تقول خلص معاه ومع وكيله فادل، بس الفريق بتاعه البولندي، تقدر تقول صفقة تقترب من النادي الأهلي. يعني أنت عندك دياباتيه وبوبولولو، يعني دول أقرب مهاجمين لحد دلوقتي اللي ظاهرين في الساحة بالنسبة لمهاجم النادي الأهلي. أنا شايف من وجهة نظري تحركات الكابتن سيد عبد الحفيظ سريعة، يعني هو شاف ان نيازن ربنا يشفيه طبعا دخل على اللي بعده وبدأ يدي عروض هنا ومستني. انت عايز تعلي شويه اديني بتفاوض معاك، انت عايز تعلي شويه اديني بتفاوض معاك. فهو دخل في كذا خيار، مع العلم ياس طرب رقم 1 بالنسبه له، ابراهيم دياباتيه ده رقم 1، ده هو عايز المهاجم ده. بس الكابتن سيد عبد الحفيظ زي ما بقول لك ايه، هو بيأمن نفسه علشان ممكن عادي ده تفشل وده تفشل وده عادي، فهو بيتحرك في كذا خيار. وتقدر تقول صفقة المهاجم تقترب بنسبة كبيرة خلال الأيام اللي جاية. تعال بقى للخبر اللي بعد كده، برضو خبر فيه فلوس للنادي الأهلي. بص بقى، قلت لك والله يعني ممكن توصل معايا يعبي الهوا في أزايز. زي ما أنت شايف طرابزون التركي يخطط لضم وسام ابو علي حتى نهايه الموسم على سبيل الاعاره. مهاجم كولومبوس الامريكي مهتم ايضا بالعرض، والمفاوضات مستمره بين الطرفين.
ده عرض يعني، ولو الفريق الامريكي ساب وسام ابو علي، الاهلي ليه نسبه اعاده بيع. ابعت يابا، ابعت يا خير وبركه، ابعت. واحنا والله لعيبه مش لاقيه تاكل. اما بالنسبه للخبر اللي بعد كده ضايقني انا شخصيا، ترانسفير ماركت منزله حمزه عبد الكريم هو هالاند مصر يعني. ولقيت بقى بعض الكومنتات بعد المباراه بتاع الاهلي امبارح مع غزل المحله، وده اداء، ده انت متاكد، ده انت جاي لك عرض من الترسانه، متاكد من برشلونه. ادي يا عم الشعب المصري، اما واحد بيفكر يوصل ده بيبقى ردوده في الاول، انت تقدر، انت تعمل، وانت اشتغل يا ابني. يا عم حمزه سيبك من الناس دي، سيبك والله، انت اللي هتثبت بالكلام ده كله. فكره ان برشلونه يا حبيبي افهم، دي اكاديميات ما حدش اصلا يقدر يعملها في العالم. فكره ان هي تشوفه وتقرر ان هي عايزه تجيبه وتدفع فيه مبلغ، انت هتفتي، انت هتفهم اكتر منهم في الكوره. يا عم اللاعب على قده، اللاعب ما عندوش اي حاجه، ماشي سيبه، ان شاء الله يثبت مع الوقت، وان شاء الله الاهلي يبدا يخلص الاجراءات بتاعته علشان الموضوع يتم، وان شاء الله انا متاكد. يا ريت يا جدعان ندعم واحد مصري من برشلونه، انت عارف يعني ايه واحد على طول من برشلونه؟ ما تدعموا الناس يا جدعان. هو انت قررت يعني في ماتش في ماتشين اصلا هو خايف، ممكن يبقى خايف على رجله نفسيا، مش جاهز، حاجات كتيره تؤدي ان هو لا يبقى مأمن نفسه علشان ان شاء الله لما يروح برشلونه يكسر الدنيا، وانا متاكد عندنا مواهب تكسر الدنيا في اي نادي في العالم. اما بقى بالنسبه للعاق ده بقى ما يلعبش درجه تانية حتى عندنا في الدوري المصري، اللي يعني اللي ينكر خير ناديه ويبقى محاول ويضغط وعايز شروط وعايز مبالغ كبيره في وقت ان الزمالك حرفيا شبه بيقفل، لا ده يبقى ابن عاق. اهو ما هو نفس الناشئين، ده 18 وده 18 ولا حمزه 17 كمان، ولا يعني نفس التوقيت. بص ده مستني النادي بتاعه يوافق له على عرض، وده بيلوي دراعه. ايه مفيش عرض؟ طيب انا همشي فري. ماشي يا عم محمد، انت اصلا مين يا ابني؟ ما تمشي يا عم وتغور، هي ناقصاك. اما بالنسبه للخبر اللي بعد كده، زي ما انت شايف قدامك، العش من ضمن الصفقه او الاعارات اللي هتروح لبتروجيت في صفقه حامد حمدان. وقلت لك الحمد لله من اوائل الناس، قلت لك الاهلي عرض مبلغ كويس لبتروجيت مع اعاره لعيبه، بس الفتره الاخيره اما بيراميدز دخل وعرض رقم اكبر، فالاهلي عرض رقم اكبر وكمان اعاره لعيبه، وانت اختار في كذا اسم كده، منهم من ضمنهم العش، يعني اختار منهم يا عم بتروجيت. والعلاقه كويسه ما بين رئيس بتروجيت والكابتن محمود الخطيب، بس برضك ابو الصحاب رئيس بتروجيت تقدر تقول كده يعني عايز يوصل لاخر المزاد. انت علي يا عم، يلا يا عم بيراميدز علي يا اهلي، انت عليت ما فات عليها تاني، دي عزها واحد يعني. هو عايز يوصل لحل ايه يعني، يكون جاب اخر الموضوع فيستفاد ماليا. بس عموما حامد حمدان وقع رغبه للنادي الاهلي، يعني رغبته ان هو عايز يروح النادي الاهلي، والاهلي اتفق معاه على شروطه وكل حاجه، ناقص بس ايه ان بتروجيت ايه يعني زي ما بقول لك ايه يتنيه ازاي لغايه ما يوصل لرقم كبير. ونيجي للخبر اللي بعد كده يا ابو الصحاب، قلت لك ايه الاهلي بيحاول يجيب لعيبه تحت السن ويسترب اصلا طلب بدل المهاجم 2، يعني هو عايز في يناير الفتره اللي جايه 2 مهاجمين. فزي ما انت شايف الخبر اللي قدامك، مقابل 2 مليون يورو ونص الاهلي قدم عرضا رسميا لضم دوغلاكليس اسورو لاعب رانيك الصربي، معلش الطلاسم دي لكنه قبل بالرفض. عموما يا ابو صحابه انا قلت لك قبل كده الكابتن سيد عبد الحفيظ اتحرك في اسماء كتيره، وعادي ما يستغل برضك فكره القايمه اللعيبه اللي تحت السن والكلام ده كله يشتروهم حتى لو مبالغ. انت شايفه مثلا 2 مليون ده رقم كبير؟ لا، ممكن هو عينه كويس برضك، الناس اللي جنبه برضك، ما انت جبت وسام برقم قليل بعته ب8، ده استثمار على فكره، فيجيبه ممكن يبقى لاعب كويس. هو على فكره هاف، انا عارف ان الاهلي مش ناقص هافات ولا اي حاجه، بس عادي ممكن يجيبوا يطلعوا اعارات على حسب بقى. بس عموما ده يبين برضك ان الكابتن سيد عبد الحفيظ مش قاعد بيشتغل. وبس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا ابو صحاب، اتمنى يكون عجبك. ولو عجبك بقى تقول لي بجد في الكومنتات، الناس ما بقتش تعلق ليها بالصحاب، لا اكتب رايك في الكومنتات في الحلقه، يا رب تكون عجبتك. اما بقى اللي لسه ما عملش لايك ده بقى انا فقدت الامل، بس حبايبي كتير والله الحمد لله، فيا ريت ابو الصحاب تعمل لايك نوصل الفيديو 10000 وتدينا شير. انت اخويا تشير الفيديو، تقدر تشيره هنا وهنا، فشير الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس عشان اي فيديو انزله يجي لك اشعار بيه، وان شاء الله نتقابل في فيديوهات جديده. وسلام.